السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي من شمال مصر لجنوب مصر، من شرق مصر لغرب مصر، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر احمد المصري، اخوكم يا اخوك الكبير. عشان كده عاوزك تشترك في القناة دلوقتي حالا قبل ما اكمل الفيديو. والله ما انا مكمل يا فاروق. اشترك في القناة يالا، وتعالى بقى نتكلم مع بعض انا وانت على حاجة حلوة قوي. مين هم الطولونيين؟ مين هم الاخشيديين؟ مين هم الايوبيين؟ مين هم الفاطميين؟ فعلا احمد بن طولون ده بيقولوا عليه ان هو ابن غير شرعي لطولون. هل احمد بن طولون ابنه اسمه ايه؟ كيف بنى دولة؟ ازاي قدر من واحد جندي عادي خالص يوصل لحكم دولة كاملة؟ مين هي الدولة الاخشيدية؟ مين محمد بن دغري الاخشيدي؟ هل محمد بن دغري الاخشيدي ده كان ابوه مثلا رتبة عالية فمحمد بقى رتبة عالية زيه؟ وهل محمد بن دغري الاخشيدي ده مسك فعلا مصر؟ طب عمل ايه؟ طب سوى ايه؟ ايه دنيته؟ وايه حكايته؟ هو ده اللي هتعرفه في درس النهارده مع درس الدولة الطولونية والدولة الفاطمية، وكمان يا قلبي هندرس الدولة الإخشيدية في درس اسمه الملامح الحضارية لبعض الدول المستقلة. فين يا صاحبي؟ طولونية وإخشيدية وفاطمية. يلا بينا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. قبل اي حاجه، انت اخر حاجه خاتم بيها الدرس اللي فات او مصر بعد احوال مصر بعد الفتح الاسلامي، كان انت دارس حاجه اسمها الدوله العباسيه او العصر العباسي. الخلفاء العباسيين يا صاحبي او الدوله العباسيه حكموا كام سنه؟ الخلفاء العباسيين لما حكموا الدول العربيه حكموا سكه 500 مثلا و5 قرون وربع، 525 سنه. 5 قرون وربع كانوا مسيطرين على الدوله الاسلاميه بالكامل. كل الدول الاسلاميه من شرق الغرب للعالم الاسلامي كانوا مسيطر عليها الخلفاء العباسيين. دوله عباسيه، خليفه عباسي، حريم وجواري وفلوس وذهب ومجوهرات وليله كبيره قوي كان فيها الخلفاء العباسيين. ولكن يا صاحبي علشان الخلفاء العباسيين مرت الدوله بتاعتهم بالسنين دي كلها، بقول لك حكمونا لمده 525 سنه، عشان الفتره دي كبيره جدا، فالعلماء قسموها لعصرين: عصر عباسي اول وعصر عباسي تاني. يبقى كم عصر عندنا؟ عصر عباسي اول وعصر عباسي تاني. ايه هو بقى قصه العصر العباسي الاول؟ تعالى اقول لك. العصر العباسي الاول يا قلب اخوك كان عصر قوه وازدهار. كان عصر ايه؟ قوه وازدهار. تاني، كان عصر ايه؟ قوه وازدهار. ده العصر العباسي الايه؟ الاول، لان كانت الملوك فيه اقوياء واقفين على ارض صلبه وعارفين يشتغلوا. ده العصر العباسي الاول. نيجي بقى للعصر العباسي الثاني. العصر العباسي الثاني يا صاحبي كان عصر ضعف وانهيار. يعني ايه ضعف وانهيار؟ كانت الدوله العباسيه ضعيفه، كان مش قادره، الخلفاء ضعفوا، كانت مش قادره تقف على رجليها، الجيش ضعف، بدات تحصل حركات تذمر وبدا الدنيا تبوظ منهم. ده في العصر العباسي الثاني اللي هم اخر 200 سنه عندهم. علشان يا صاحبي في نهايه العصر العباسي الثاني تبدا تظهر دول اسمها الدول المستقله. اسمها الايه؟ الدول المستقله. ايه قصتها؟ تعالى اقول لك. يعني ايه يا صاحبي دول مستقله؟ بص يا صاحبي، الدول المستقله نوعين. الدول المستقله كام نوع؟ نوعين. يا اما دول مستقله استقلال كامل، دول مستقله استقلال ايه؟ كامل. يا اما دول مستقله استقلال سوري. تعالى اقول لك يعني ايه وصلى على النبي. بص يا عم عشان بس ما تتوهش مني. الدول المستقله كام نوع؟ نوعين. صلى على النبي. انت اتخانقت مع ابوك في البيت، قمت جاي داخل اوضتك وقلت وربنا ما انا واكل معاكم ولا هشرب معاكم ولا قاعد معاكم، انا مش طايقكم. هخش الاوضه، قفلت على نفسك الباب، ربنا كرمك بفلوس، بدات تاكل نفسك وتشرب نفسك عن طريق السبت وعن طريق الدليفري وبتاع، وما بقتش تتكلم مع ابوك خالص ولا امك. انت كده بقيت مستقل، صح؟ مستقل عندك، قاعد في اوضتك. طيب هل تقدر تنزل من بيت وتبات بره البيت من غير ما ترجع لابوك او امك؟ تقدر؟ طبعا لا. طب يبقى انت كده بقى مستقل استقلال كامل ولا استقلال سوري؟ يعني نص نص. استقلال سوري. يبقى ايه هو الاستقلال السوري؟ بتعمل اللي انت نفسك فيه وانت مستقل وقاعد في اوضتك، ولكن ما تقدرش تاخد اي قرار الا لما ترجع لابوك وامك. ابوك ده بقى اللي هو الخليفه الايه؟ الخليفه العباسي. تعالى بقى كده نشوف الدول المستقله. الدول المستقله اسميا انت اسمك مستقل اللي انت قاعد في اوضتك، مع الاعتراف بزياده الخليفه العباسي عليها. يعني دي دول مستقله استقلال ايه؟ استقلال سوري. يبقى دي دول مستقله استقلال ايه؟ سوري. يبقى ايه هي يا صديقي الدول المستقله استقلال سوري؟ تعالى يا عم اقول لك. الدول المستقله استقلال سوري هي الدول، عشان خاطر ركز في الموضوع ده قوي. الدول المستقله استقلال سوري
هي دول يا صاحبي كانت مستقله قاعده في اوضتها، خدت الدوله لنفسها، ولكن ما تقدرش لا تعلن حرب ولا تعمل حاجه الا لما ترجع للخليفه العباسي تاخد الاذن منه. طيب الدول المستقله استقلال ظهوري دي زي مين؟ زي الدوله الطولونيه والدوله الاخشيديه والدوله الايوبيه ودوله المماليك. يبقى طولونيه، اخشيديه، ايوبيه، مماليك. كم دوله مستقله استقلال بتتبع في الخليفه العباسي عن استقلال سوري؟ ايه هم؟ طولونيه، اخشيديه، ايوبيه، مماليك. طولونيه، اخشيديه، ايوبيه، مماليك. كم دوله؟ 4. مستقله استقلال ايه سوري. يعني ايه سوري؟ يعني اي كلام. مستقله استقلال سوري هي الاسم انها دوله مستقله، ولكن ولائها كله للخليفه للخليفه العباسي. ما تقدرش تاخد اي قرار، ما تقدرش تاخد اي راي، ما تقدرش تاخد اي حاجه الا لما ترجع للخليفه الا لما ترجع للخليفه العباسي، زي ال4 دول دول. طيب نخش بقى على الدوله الوحيده اللي اتجرأت وتنمرضت وقالت يا ارض تهدم عليكي ادي، وانا الاساس والباشونات وكياس، وبلا خليفه عباسي بلا بزفت، يلا بينا. هي الدولة الوحيدة يا مستر اللي خدت حبوب سوبر ماريو وقالت أنا مستقلة استقلال كامل، هعمل كل اللي أنا عاوزه لوحدي. هي الدولة الفاطمية. دول استقلت تماما عن الخلافة العباسية. يبقى أنت عندك 4 دول مستقلة استقلال نص النص، بتعمل اللي هي عاوزاه بس لازم ترجع للخليفة العباسي. ودول مستقلة استقلال كامل زي الدولة الفاطمية. فهمت يا عم؟ نبدأ بقى بمين؟ نبدأ بأول دولة وهي الدولة الطولونية. وتصلى على النبي ويلا بينا يا صاحبي. الدولة الطولونية ايه قصتها وايه حكايتها؟ ويلا بينا. احنا قلنا كم دولة غير مستقلة؟ طولونية، اخشيدية، ايوبية، مماليك. دول 4 دول مستقلة بس بيدينوا بالولاء للخليفة العباسي. طيب وعندك كم دولة مستقلة يا مستر احمد استقلال كامل؟ دولة واحدة اللي هي الدولة الفاطمية. يلا بينا في اول دولة وهي الدولة الطولونية. ايه قصة الدولة الطولونية؟ يلا بينا. الدولة الطولونية تنسب لواحد اسمه احمد ابن طولون. وتأسيس الدولة الطولونية تنسب لمين؟ لأحمد بن طولون. ايه صفاته؟ احمد بن طولون قبل ما يبقى حاكم لمصر، قبل ما يبقى والي، اصل خد بالك احمد بن طولون كان شغال عند الدولة العباسية، عند الخليفة العباسي. كان شغال كان شغال عارف اللي هو يقول لك استشاري. يعني استشاري؟ حصل موقف الخليفه العباسي عاوز ياخد راي حد فياخد راي احمد ابن طولون. فاحمد بن طولون اصلا كان شغال في كنف وفي حجر الخليفه العباسي. كان سياسي ماهر وقائد ماهر، خبير باساليب الحكم، عارف كل حاجه لانه كان متربي في حجر مين؟ الخليفه العباسي. طيب اعمال احمد بن طولون يشاء ربك القدير عليه ان احمد بن طولون السلطان العباسي يقرر او الخليفه العباسي يقرر انه يعين احمد بن طولون واليا على على مصر، عشان احمد بن طولون يقول انا اخد مصر واعملها دوله مستقله. بس استقلال كامل ولا سوري؟ استقلال سوري. يعني ايه سوري؟ يعني انا اسمي مستقل لكن انا ما اقدرش اشتم في الخليفه العباس. انا برجع بردك ليه؟ ده دول مستقله استقلال سوري. طيب اعمال احمد بن طولون. احمد بن طولون في مصر عمل يلا بينا بقى في الحته دي. أسس أحمد بن طولون الدولة الطولونية. أسس دولة اسمها الدولة الطولونية. أسسها في مصر ووسع حدودها. حدود الدولة الطولونية كانت بتوصل من فين لفين؟ بص يا سيدي، صلي بقى على النبي. الدولة الطولونية كانت بتوصل من شمالا هنا كده يا صاحبي عند آسيا الصغرى. آسيا الصغرى دي اللي هي هنا دي تركيا، أو زي ما بيسموها آسيا الصغرى، زي ما بيسموها اسيا الصغرى. يبقى كانت امتدت الدوله شمالا عند تركيا او اسيا الصغرى. طيب شرقا يا صاحبي، الشرق كان امتدت لهنا، ده الشرق اهو عند مدينه الحجاز. بص احمد بن طولون خد كل يعني خد ابن الذين من اول تركيا من الشمال، وصلت شمالا اهو، شمالا من عند تركيا اللي هي اسيا الصغرى في الشرق، وصل لبلاد الشام اهي اللي هي سوريا ولبنان وفلسطين. خد ال3 دول وده كله الشرق اهو لحد الحجاز، ده الشرق وده الشمال. يبقى شرقا وصل للحجاز وبلاد الشام، شمالا وصل لتركيا اللي هي كانوا بيقولوا عليها اسيا الصغرى، جنوبا وصل لفين؟ وصل للنوبه اهو، حدوده كانت في النوبه في الجنوب، يبقى جنوبا وصل في النوبه. طيب غربا وصل لمنطقه اسمها برقه. تمام، برقه دي فين؟ قريبه من تونس، قريبه من ليبيا، مصر وليبيا. تمام، يبقى انت عندك يا مستر احمد
ركز قوي في الحته دي. وصل الدوله او وصل المعلم احمد بن طولون سيطر على ايه؟ احمد بن طولون انفرد بمصر ومسيطر على اللي حواليها، وكل ده كان دوله ايه؟ مستقله استقلال سوري. يعني كل دوت احمد بن طولون خدها لنفسه وقال لك انا هنفرد عن الخلافه العباسيه مع طبعا الاحترام بكيانتها وبسيادتها. عشان كده ايه اللي حصل؟ شمالا وصل لفين؟ تركيا اللي هي اسيا الايه؟ الصغرى، ده في الشمال. شرق حجاز بلاد الشام. غرب وصل لبرجة. في الجنوب النوبة. ديت حدود الدولة الايه؟ الطولونية. طيب احمد بن طولون عمل ايه؟ عمل مدينة اسمها مدينة القطائع. يبقى احمد بن طولون عمل مدينة القطائع وخدها عاصمة. يبقى عمرو بن العاص لو تفتكر في الدرس اللي فات، عمرو بن العاص كان عمل مدينة اسمها الفسطاط، اما احمد بن طولون عمل مدينة اسمها القطائع. وقام ببناء جيش واسطول قوي، بدا ان هو يعتمد على جيش واسطول. وهنا بيجي لك بما تفسر ليه؟ عشان يقدر يحقق مشروعاته وتنفيذ اهدافه ويحافظ بقى على حدود دولته. بدا يكون جيش عشان يقدر يحافظ على الدوله الكبيره اللي عاملها احمد ابن طولون. استغل الموارد الاقتصاديه للدوله، بدا يستغل المعادن اللي في البلد، واستغل الاراضي الزراعيه، واستغل كمان الصناعه، واستغل التجاره، واستغل كل حاجه ممكن تقدر انت تستغلها في الدوله. وعمل على نشر العدل، بدا ان هو ينشر العدل بين الناس. فايه اللي حصل؟ بدأ يطبق الطمأنينة، الناس حست بطمأنينة، حست بأمن وأمان. والمصريين حبوا مين؟ حبوا أحمد بن طولون. ليه؟ علشان نشر الأمن ما بينهم. يبقى أحمد بن طولون عمل مدينة القطائع، أحمد بن طولون كون جيش قوي عشان يحمي حدود دولته، أحمد بن طولون الناس حبته علشان نشر الطمأنينة ما بينهم، وكمان حفظ الأمن والأمان ونشر العدل. طيب ايه اللي يحصل؟ يشاء ربك القدير العليم ان احمد بن طولون وهو بيفتح تركيا اللي هي اسيا الصغرى شرب كميه حليب كتيره جدا من بقره او من الجاموس، جاب له مرض في المعده فمات. مات مين؟ مات احمد بن طولون. علشان كده مين اللي يمسك الدوله الطولونيه من بعده؟ ابنه. ابن احمد بن طولون كان اسمه خمرويه. كان اسمه ايه؟ خمرويه. خمرويه ابن احمد ابن طولون. ويلا بينا نعرف خمرويه عمل ايه. خمرويه اول ما مسك الدوله الطولونيه، ركز قوي معايا في الحته دي، بعد وفاه ابوه بدأ خمروية يحافظ على أملاك الدولة الطولونية، بخلاف مين بقى؟ بخلاف أي حد تاني كان في العيلة الطولونية. العيلة الطولونية كانت كتيرة. أحمد بن طولون كان عنده ولاد عماته وولاد خالاته وولاد عمامه، كانوا كلهم عاوزين يمسكوا هم الخلافة. لكن طبعا أحمد بن طولون كان سايب ولد، والولد ده هو خمروية. بدأ أحمد بن طولون إنه يأمن حدود الدولة، علشان بعد كده الدولة العباسية اللي هو الخليفة العباسي يقرر إنه يستعيد ممتلكاته. الخليفة العباسي لما صدق ان احمد بن طولون مات وقال لك بس انا اعمل ايه؟ انا ابعت جيش واقوم جاي واخد مصر وواخد الحجاز وواخد بلاد الشام وواخد تركيا اللي هي ايه؟ اسيا الصغرى لحد اسوان، اضمها تاني لممتلكتي، وابقى الدول دي كلها او الاماكن دي كلها تبقى تابعة لي انا بس، واعين فيها اللي انا عايزه. حلو يا عم الكلام لحد كده؟ حلو. فيشاء ربك القدير ان ايه اللي يحصل؟ يلا بينا. ايه اللي حصل يا مستر احمد؟ بعد وفاه احمد بن طولون مسك خمرويه، وبدا خمرويه انه عاوز يحسن علاقته بالخليفه العباسي. ازاي؟ الخليفه العباسي في الفتره ديت كان اسمه المعتضد بالله. كان اسمه الايه؟ المعتضد بالله. وده كان الخليفه العباسي اسمه المعتضد بالله. كان الخليفه العباسي المعتضد بالله حاكم قوي مسيطر على كل الدول العربيه. قرر خمرويه ابن احمد بن طولون ان ينفذ خطه غريبه جدا. خمرويه شاف ان بنته جميله، بنت خمرويه كانت جميله جدا، كان اسمها قطر الندى. كان اسمها ايه؟ قطر الندى. فقال لك البنت الجميله دي مين معجب بيها؟ مين اعجب ببنت خمرويه؟ الخليفه العباسي اللي كان اسمه المعتضد. فايه بقى؟ راح خمرويه دخل على بنته قال لها انت يا بنت، هي كلمه رد غطاها، انت بتحبي او معجبه بالخليفه العباسي المعتضد بالله؟ قالت له ايوه يا بابا. قال لها يا بابا؟ ده انت اللي بابا. ايه يا اختي بتحبي الخليفه العباسي؟ جدع جدع يا بنت، عرفتي توقعيه، برافو عليك، انا هجوزهولك. وبالفعل جوز بنته قطر الندى للخليفه العباسي المعتضد بالله علشان يقوي العلاقات ما بينهم. والله العظيم مش عارف الناس دي ولا ايه. طيب يبقى خمرويه عمل ايه؟ قدر يجوز بنته قطر الندى، ابنة خمرويه اتجوزت الخليفه المعتضد بالله. وبسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا الليله يموت خمرويه.
يموت مين؟ خمرويه. ايه اللي حصل؟ راح المعتضد بالله واخد قطر الندى ورماها بره القصر. اتاري بردك المعتضد بالله كان واخد قطر الندى دي عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بردك المصلحه. فايه اللي حصل؟ بعد ما ابوها مات اللي هو خمرويه، قرر الخليفه العباسي انه يبعت جيش ويرجع بيه الدوله الطولونيه من تاني، ياخد الدوله الطولونيه لنفسه بقى وتبقى فعلا 100% من الارباح بتاعته، بدل ما كان 50% من الارباح بس بتاعته هو عاوز 100%، لان الدوله الطولونيه كانت بتبعت فلوس برضه، ما انا قلت لك انها مستقله استقلال ايه؟ سوري، فكانت بتبعت نص الفلوس بس. الخليفه العباسي كان طمع فقال لك اخد الدوله العباسيه بقى، خمرويه مات خلاص. فعمل ايه؟ بص بقى يا عم اللي حصل. بدا الخليفه العباسي يبعت جيش، ارسل الخليفه العباسي جيش علشان يرجع ايه يا مستر احمد؟ علشان يرجع مصر للخلافه العباسيه بدل ما كانت هي دوله مستقله. الجيش ده كان بقياده مين؟ كان بقياده محمد ابن سليمان الكاتب. محمد ابن سليمان الايه؟ الكاتب. تمام؟ قام الخليفه العباسي بارسال جيش بقياده واحد اسمه محمد ابن سليمان، قال له يا محمد يا ابن سليمان يا كاتب، روح رجع لي الدولة الطولونية وخليها ترجع ليا أنا، ترجع لهبتي تاني أستفيد منها 100%. فإيه اللي حصل؟ ساعتها كان الخليفة العباسي اللي كان متجوز قطر الندى مات، اللي كان اسمه المعتضد بالله، واللي بقى الخليفة العباسي الجديد هو المكتفي بالله. وطبعا المكتفي بالله لا اتجوز قطر الندى ولا اتنيل، فهو كان عينه على الدولة الطولونية. بعت محمد بن سليمان الكاتب لاستعادة مصر، وبالفعل قدر محمد بن سليمان الكاتب انه يرجع مصر من تاني للخلافه الايه؟ الخلافه العباسيه. لحد كده في مشكله؟ لا. طب ايه يا مستر اللي خلى الدوله الطولونيه تضعف بعد موت خمرويه؟ ايه هي اسباب ضعف الدوله الطولونيه؟ واحد، ضعف الدوله الطولونيه بسبب صراع العيله الطولونيه. العيله الطولونيه كانت بتتخانق مع بعض على الحكم، ده رقم واحد. رقم اثنين، انتشار الفوضى في البلاد نتيجه تنافس الامراء زي ما انا قلت لك على الحكم، وتدخل الجنود في شؤون الدوله. بدا الجنود يتدخلوا في شؤون الايه؟ الدوله. الجنود دول كانوا اسمهم الجرمان او العبيد، تمام؟ او بلاش العبيد، كانوا اسمها ايه يا ربي؟ الجرمان او حاجه زي اللي هم ايه؟ اللي هم عبيد بس عبيد في الجيش، يعني عساكر يعني. بداوا يتدخلوا في شؤون الدوله، وبداوا اللي هم الغلمان دول كانوا شويه ناس جنود كانوا شغالين على الدوله الطولونيه، بيأمنوا لهم المناطق وبتاع. بداوا ان هم يتحكموا في الدوله، تدخل الجنود في الدوله. ايه كمان؟ الصراع بين ابناء البيت الطولوني اللي هم الامراء الطولونيين، لحد ما المكتفي بالله خد الدوله الطولونيه لنفسه. صعب يا شباب؟ طيب بص يا سيدي، بيقول لك هنا مظاهر الحضاره في مصر في عصر الدوله الطولونيه. ايه اللي حصل في مصر اثناء الدوله الطولونيه؟ رقم واحد، تأسيس جيش قوي. اتأسس جيش ايه؟ قوي زي ما احنا قلنا. اتنين، انشاء الدواوين. لو انت ما تعرفش يعني ايه دواوين، دواوين يعني وزارات. دواوين يعني ايه؟ وزارات. عمل ديوان اسمه ديوان الجيش، وعمل ديوان اسمه ديوان الانشاء. وديوان الانشاء دوت كان بتاع رسائل. عارف ايه الرسائل دي؟ يعني مثلا عامل زي الواتس كده، ياخد رساله من حد يبعتها لحد، وانت تبعت له رساله يقوم جاي باعتها لحد ويأمنها محدش يشوفها. يبقى ده ديوان اسمه ديوان الانشاء، اللي هو ديوان الرسائل والكتب. يبقى عملوا كام ديوان؟ 2. وديوان الجيش، وزاره الجيش، وعملوا ديوان اسمه ديوان الانشاء. ج، تنميه الانشطه الاقتصاديه. تنميه الايه؟ الانشطه الاقتصاديه من خلال الغاء العديد من الضرائب. بداوا ان هم يلغوا الضرائب، وبداوا ان هم يهتموا بالزراعه، وبداوا كمان يهتموا بالصناعه زي ما انا قلت لك، وكمان بالاخص صناعه النسيج، الغزل والنسيج. والغزل والنسيج اللي هو الخياطه والقماش ازدهرت في اسكندريه جدا وفي دمياط. وصناعه الاسلحه، يبقى كانوا بيصنعوا الغزل والنسيج في اسكندريه وفي دمياط، وكمان صناعه الاسلحه، واهتموا بالزراعه. طيب ايه اللي حصل؟ كان مش انا قلت لك كان بينشر العدل بين الناس احمد بن فالناس كانت حاسه بطمأنينه، وكان في امن وامان. دوت ادى الى ايه؟ ادى الى رواج التجاره الداخليه. رواج التجاره الداخليه والخارجيه. التجاره الداخليه والخارجيه لما لقيت ان في امن وامان والدوله مستقله، بدات التجاره الداخليه والتجاره الخارجيه تزيد، والناس تبيع وتكسب، وبالاخص في مدينه القطائع والاسكندريه. يبقى صلي كده على النبي، لو قال لك الغزل والنسيج كانت مزدهره في مدينه ايه وايه؟ هتقول له الاسكندريه ودمياط. لو غزل والنسيج كانت مزدهره في ايه وايه؟ الاسكندريه ودمياط. طب لو قال لك التجاره الداخليه والخارجيه كانت مزدهره فين وفين؟ هتقول له القطائع والاسكندريه. ونخش على اللي بعده. طبعا
طبعا احمد بن طولون او الدوله الطولونيه بنوا جامع من اجمل الجوامع اسمه جامع احمد بن طولون. بيشبه مين؟ بيشبه عمرو بن العاص لما بنى جامع اسمه جامع عمرو بن العاص برضه في مدينه الفسطاط. يبقى جامع احمد بن طولون وبنى قناطر اسمها قناطر احمد بن طولون اللي انشئت بهدف تزويد القطائع بالمياه. حلو يا عم الكلام؟ يبقى احمد بن طولون عمل جامع اسمه جامع احمد بن طولون وعمل قناطر اسمها قناطر احمد بن طولون. لو ما يعرفش القناطر دي عباره عن بوابات. البوابات دي بتفتح وتقفل، بتخزن ميه وتفتح مره واحده فالميه تندفع تروح تزرع لاراضي بعيده. فهو عمل القناطر، احمد بن طولون عمل القناطر في مدينه الايه؟ القطائع. في مدينه الايه؟ القطائع. وعمل حاجه اسمها البيمارستان. عمل حاجه اسمها الايه؟ البيمارستان. ايه هو البيمارستان؟ دي مستشفى لعلاج المرضى من العامة مجانا. يبقى لو قال لك البيمارستان قول له دي مستشفى كانت بتعالج المرضى. مين اللي عملها؟ احمد بن طولون. يبقى اهتم بالزراعة، اهتم بالصناعة، اهتم بالغزة والنسيج في اسكندرية ودمياط، اهتم بالتجارة الداخلية والخارجية في اسكندرية والقطائع. تمام. وكمان بنى جامع اسمه جامع احمد بن طولون وعمل قناطر اسمها قناطر احمد بن طولون وعمل البيمارستان. كل دي الدولة الايه يا صاحبي؟ الطولونية. طبعا ما تنساش الحته ديت مواقف مضيئه هحكيها لك دلوقتي. ايه اللي حصل؟ احمد بن طولون لما كان في مدينه في اسيا، مدينه اسمها طرسوس، هي مش عليك في الكتاب بس احفظ يعني افهم اسمها. مدينه اسمها طرسوس في تركيا في اسيا الصغرى. احمد بن طولون لما كان هناك لقى كنيسه بتولع. لقى كنيسه بايه؟ بتولع، اسمها كنيسه السيده العذراء مريم. كنيسه مريم كانت بتولع، فاحمد بن طولون جرى عليها وكان عاوز يكسب الناس، فقال لهم يا جماعه ايه المكان اللي بيولع هناك ده؟ قالوا له دي كنيسه اسمها كنيسه مريم بتولع. راح احمد بن طولون طلع وقال يا جماعه انا طالع مني 70,000 دينار. كم دينار؟ 70,000 دينار تعويض عن الناس اللي بيوتها اتخربت واللي اتأذت فين؟ في الكنيسه دي. صعب يا شباب؟ طيب ايه اللي حصل؟ يموت احمد بن طولون ويتولى مكانه واحد اسمه محمد ابن طغج الإرشيدي. يتولى مكانه محمد ابن طغج الايه؟ الإرشيدي. وبدأ ان هو يأسس دولة جديدة اسمها الدولة الإرشيدية. محمد ابن طغج الإرشيدي قال اشمعنى احمد بن طولون كان منفرد بمصر؟ انا كمان انفرد بمصر. وركز، هو ليه الولاد دول بينفردوا بمصر؟ هل كده الخليفة العباسي المكتفي بالله او المعتز بالله والناس دي كان قوي ولا ضعيف؟ اكيد كان ايه؟ كان ضعيف. عشان كده خلى الناس دي كلها ايه؟ تعمل ايه؟ تبدا الناس دي كلها انها تنفرد بالحكم في مصر. يبقى ايه اللي حصل؟ محمد بن طغج الإرشيدي عمل ايه؟ مسك مصر وعمل دوله اسمها الدوله الإرشيديه، وهو اصلا كان في الحقيقه قائد تركي شغال في الجيش العباسي. حلو. اول حاجه محمد بن طغج عملها نجح رقم واحد، نجح في صد الجيش الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر. فاكرين الدولة الفاطمية؟ الدولة الفاطمية دي ظهرت بالفعل، كانت موجودة وظهرت وبدأت انها عاوزة تاخد مصر كمان، ما مصر كان موقعها الجغرافي متميز. فمحمد بن طغج الإرشيدي كان شغال في جيش الخليفة العباسي او السلطان العباسي، وبدأ ان هو يخش في خناقة ضد مين؟ ضد الجيش بتاع الدولة الفاطمية، وقدر ان هو يصدها انها تاخد مصر. يبقى اول حاجة عملها محمد بن طغج الإرشيدي قدر يصد الجيش الفاطمي من هو يستولى على ايه؟ على مصر. عمل ايه؟ خد مدينة العسكر عاصمة لدولته. خد مدينة الايه؟ العسكر عاصمة دولته. يعني ايه خد مدينة العسكر عاصمة لدولته؟ يعني يا صاحبي صلى على النبي كده في الحتة دي. يعني يا صاحبي خد مدينة العسكر اللي هي بتاعت الدولة العباسية لما كان الخليفة العباسي لما كان بنيها في مصر، مدينة اسمها مدينة العسكر، خدها عاصمة ليه وبدأ يقعد فيها بدل مدينة القطائع بتاعت الدولة الطولونية. ايه اللي حصل؟ يموت المعلم محمد بن طغج الإرشيدي، وقبل ما يموت يا عيني هو مات، خد سكينة، ربنا يا رب ما يوري حد، ومات. وقبل ما يموت قال يا جماعة اللي يمسك الحكم من بعدي هو ابني أبي القاسم أناجور. أبي القاسم إيه؟ أناجور. بس في مشكلة، أبي القاسم أناجور كان صغير السن. كان صغير الإيه؟ السن. كان عمر أبي القاسم أناجور في الوقت ده 7-8 سنين. أبو القاسم أناجور وكان ابن محمد. وطب يا مستر كان اسمه أبو القاسم أناجور وأبوه اسمه محمد. أنا عارف أنا السؤال الغبي ده. بص يا سيدي، أبو القاسم أناجور ده اسمه مركب، هو اسمه أناجور بس لقبه أبو القاسم، فكان اسمه أناجور محمد بن طغج الإرشيدي، بس لقبه كان ايه؟ ابو القاسم.
طب يا عم ابو القاسم اناجور سنه صغير نعمل ايه؟ قال لك بسيطه، احنا الاستاذ بتاعه كان اسمه كافور الاخشيدي، الاستاذ اللي كان بيعلم اناجور المستر بتاعه كان اسمه كافور الاخشيدي، ده الاستاذ او المدرس اللي كان بيعلم اناجور كل حاجه. قال لك خلاص كافور الاخشيدي هو اللي يمسك الحكم، يتولى اداره الدوله لحد ما مين يكبر؟ لحد ما ابو القاسم اناجور يكبر. هل كافور الاخشيدي هيطمع في الدوله الاخشيديه وياخدها لنفسه؟ لو انت يا صاحبي كنت هتاخدها الصراحه، مش هضحك عليك لو انا كمان نفس الكلام، بس يا صاحبي الكلام غير كده خالص. ليه؟ لان كافور الاخشيدي قرر انه يحافظ على ممتلكات محمد، وكمان يحافظ على ممتلكات ابنه اللي هو ابو القاسم اناجور، وثبت اقدام الدوله الاخشيديه لدرجه ان ايه يا مستر احمد؟ ما كانش حد خالص بيقدر يتجرأ على كافور الاخشيدي، وكان بيعتبروا كافور الاخشيدي دوت واحد من نسل الدوله الاخشيديه ومن نسل محمد الباقر بالظبط، لحد ما يكبر ابو القاسم اناجور ويمسك الحكم. بعد وفاه كافور الاخشيدي سقطت الدوله الاخشيديه للاسف. بعد ما كافور الاخشيدي مات ايه اللي حصل؟ الدوله الاخشيديه ضعفت. ليه؟ لان كافور الاخشيدي مات وكان ابو القاسم اناجور سنه صغير، فتولى الحكم وهو سنه صغير، فما كانش عارف يحكم، فمات ابو القاسم اناجور، فمسك طفل تاني، اطفال صغيرين. الله، طب الاطفال دول هيعرفوا يحكموا؟ لا. عشان كده كان من اسباب سقوط الدوله الاخشيديه ضعف الملوك بسبب صغار السن. بعد وفاه كافور الاخشيدي مسك اطفال حرفيا 7 سنين و8 سنين الحكم، هيعرفوا يمسكوا الدوله الاخشيديه؟ لا. ومما ادى كمان لانتشار الفوضى، بدات الفوضى تنتشر في البلاد عشان اطفال مش هيقدروا ان هم يحفظوا مين؟ يحافظوا على مصر او الدوله الاخشيديه. مما ادى الى ايه؟ ارسال الفاطميين جيش بقياده جوهر الصقلي. جوهر الصقلي ده كان تبع الجيش اللي يا صاحبي كان تبع الجيش الفاطمي، تمكن من ضم مصر للخلافه الفاطميه. يبقى يا عيني كيف انتهت الدوله الاخشيديه؟ بسقوط الدوله الاخشيديه على ايد جوهر الصقلي. مين جوهر الصقلي الصاحبي؟ جوهر الصقلي ده كان قائد في جيش الدوله الفاطميه، اللي انا قلت لك الفاطميين دول ظهروا وكانوا ضد الدوله الايه؟ ضد الدوله العباسيه تماما. فجوهر الصقلي خد جيش وراح لما لقى ان في طفل صغير هو اللي ماسك مصر، اوف كورس يا بيبي يعني اي حد هيعمل كده، خد جوهر الصقلي الجيش بتاع الدوله الفاطميه ودخل مصر، قتل العيال الصغير واسقط الدوله الاخشيديه وخدها لحسابه الصراحه. تمام؟ طيب صلي بقى على النبي كده في قلبك. ايه اللي حصل في الدوله الاخشيديه؟ مظاهر الحضاره في مصر اثناء الدوله الاخشيديه. طبعا في البدايه ايام محمد وكافور كان في امن وامان وكان في استقلال، وقدر ان هو يقضي على الصراعات الداخليه والاخطار اللي هو الخطر الفاطميين اللي قضى عليهم محمد ابن طغج الاخشيدي. تمام؟ قدر كمان الدوله الاخشيديه انها تسك تنانير تحمل اسم حاكم مصر واسم الخليفه العباسي. بص، عملوا دينار ده اللي هو العمله. محمد طغج الاخشيدي لما طبع العمله ما طبعش اسمه بس، ده طبع اسمه من هنا محمد بن طغج الاخشيدي وكتب اسم الخليفه العباسي من الناحيه الثانيه. يعني لو هو عارف بقى، لو هو مستقل استقلال كامل، يعني هو لو بقى مستقل استقلال كامل متكامل كان عمل ايه؟ قال لك انا هطبع اسم بس وطز في اي حاجه ثانيه. لكن هو قال لك انا هطبع اسم من ناحيه واسم الخليفه العباسي من ناحيه، لان انا مش مستقل استقلال كامل، ما اقدرش اعاديه. عارف لو طبع اسمه بس يبقى دوله مستقله استقلال كامل. فهمت الحته دي؟ يبقى سك دنانير بتحمل اسمه وبتحمل اسم الخليفه العباسي عشان يرضيه. بدا يبني القصور والاسواق، وعمل بمارستان برضو اللي هي المستشفيات، وعمل حاجه اسمها السقيات ديت. تمام؟ السقيات او السقيات ديت اماكن كانت بتجيب الميه من مدينه الفسطاط او سكان مدينه الفسطاط. عارف اللي هو السقيه؟ عارفه السقيه؟ حاجات زيها كده. وكانت ناس بتشيل، واحد اسمه السقه بيشيل الميه على كتفه ويروح وينشر الميه، دي قصص كبيره. يبقى عمل السقيات لسكان مدينه الفسطاط لجلب الماء. تمام؟ وشيد كافور الاخشيدي اللي هو كان الاستاذ بتاع اناجور عمل مسجد اسمه مسجد الفقاعي في سفح دلال المقدم اهو عند المقطم. مسجد ده لحد يومنا هذا اللحظه اللي بكلمك فيها ده موجود، اسمه مسجد الفقاعي، موجود فين؟ عند المقطم، فوق المقطم بالظبط. اللي بنى مين؟ هو كافور الاخشيدي. وكمان الاهتمام بالعلم وتشجيع العلماء والادباء ومجالستهم، فقد عرف كافور الاخشيدي بحبه للعلم والعلماء ورعايتهم، عشان كده كانوا بيسموه الاستاذ كافور الاخشيدي. طيب، الدوله الفاطميه، الحاجه الوحيده اللي ما اتكلمناش عنها النهارده هي الدوله الايه؟ هي الدوله الفاطميه. ومن هنا يا صاحبي لازم اقول لك قرار مهم، وصل على النبي. الدوله الفاطميه
ركز يلا اجيلك في احلامك. الدوله الفاطميه كانت مستقله استقلال كامل ولا سوري؟ للاسف يا صاحبي الدوله الفاطميه كانت مستقله استقلال كامل. وكانت موجوده فين؟ كانت موجوده في بلاد اسمها بلاد المغرب. كانت موجوده في بلاد اسمها بلاد الايه؟ المغرب. ايه اللي يحصل يا مستر؟ ركز معايا بقى. ظهرت الدوله الفاطميه في بلاد المغرب، وعارفه سموا نفسهم الفاطميين ليه؟ نسبه للسيده فاطمه الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا ان احنا هنسمي نفسنا الفاطميين على اسم بنت الرسول صلى الله عليه وسلم اللي اسمها فاطمه الايه؟ الزهراء. وظهروا في دوله المغرب وبدات المغرب بالكامل تبقى دوله فاطميه. طيب هم ليه الفاطميين اصلا كانت عينهم على مصر؟ يعني ركز ان هم حاولوا ياخدوا مصر على ايد ومين صدهم؟ الدوله الاخشيديه اللي هو محمد المطاق الاخشيدي. ورجعوا تاني في عهد جوهر الصقلي لما اسقط الخلافه الاخشيديه من مصر والخلافه وخد مصر. ليه كانوا مصممين ان هم يهجموا على مصر مره واثنين وثلاثه؟ ليه كانوا عاوزين مصر؟ للاسباب دي، بسبب موقعها الجغرافي المتميز، بسبب قربها من بلاد الشام، فلو خدوا مصر يقدروا ياخدوا بلاد الشام والحجاز. وكمان بسبب وفره ثرواتها. يعني ايه وفره ثرواتها؟ فيها فلوس كتير بتطل على بحرين، فيها نهر، فيها عز، فيها خير. فايه اللي حصل؟ الامور دي خلت مصر صالحه لاقامه دوله مستقله تنافس الخلافه العباسيه. هم كانوا عاوزين ينافسوا الخلافه العباسيه، عشان كده قلت لك الدوله الفاطميه كانت دوله مستقله تماما عن الخلافه العباسيه، وكانت بتشتم في الخليفه العباسي في المغرب. ايه اللي حصل يا مستر؟ محاولات استيلاء الفاطميين على مصر. صلى على النبي. تتابعت محاولات الفاطميين للاستيلاء على مصر لحد ما جه الخليفه المعز لدين الله الفاطمي. بالمناسبه المعز لدين الله الفاطمي ده لو انت نزلت الحسين هتلاقي الشارع بتاع الحسين مكتوب فيه مكتوب باسم مين؟ المعز لدين الله الفاطمي. مكتوب كده شارع المعز لدين الله الفاطمي. عمل ايه؟ المعز لدين الله الفاطمي مهد الطريق. يعني ايه؟ سفلة الطريق من تونس لمصر. حفر الابر وعمل الاناره عشان تنور لهم طول الطريق. جهز طريق كبير جدا من تونس لحد فين؟ لحد مصر اللي هي اسكندريه، علشان يجهز يبعت الجيش بتاعه يجي من المغرب لتونس. اهو الجيش بتاع الدوله الفاطميه اللي هو المعز لدين الله الفاطمي هيجي من المغرب يروح تونس، ومن تونس يروح على اسكندريه. اسكندريه دي فين يا مستر احمد؟ في مصر. فهو مهد الطريق من تونس لفين؟ لاسكندريه. 2 اقام الاستراحات، عمل استراحات ودرب الجيش، وبعت القائد بتاعه اللي اسمه جوهر الايه؟ الصقلي، بعته على راس الجيش. عندما وصلته الاخبار بوفاه كافور الاخشيدي، بص كده، بص الحته الخيانه دي، جوهر الصقلي والمعز لدين الله اول ما جالهم خبر ان كافور الاخشيدي مات، وان اناشور الطفل الصغير ده كبر وبقى مسؤول عن الحكم ومسك الحكم، مصر حلت في عينيهم. قال لك بس ده الفوضى انتشرت في البلد، احنا كده نعمل ايه؟ نقدر ان احنا نسيطر عليها بسهوله. يبقى بعد موت كافور الاخشيدي قرر الفاطميين ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يسيطروا على البلاد بسبب انتشار الفوضى فيها. نجح في الاستيلاء على مصر، وبذلك انتهت تبعيه مصر للخلافه العباسيه. يبقى بعد موت كافور الاخشيدي قدر جوهر الصقلي ومعاه المعز لدين الله الفاطمي ان هم يفتحوا ايه؟ مصر. بعد ان استقر الحكم للفاطميين في مصر، كتب جوهر الصقلي اهو للمعز لدين الله الفاطمي، قال له جوهر الصقلي قال للمعز خلاص انا فتحت مصر وسقطت الدوله الاخشيديه، يلا تعالى يا معز يا دين الله يا فاطمي، تعالى من المغرب امشي لتونس، ومن تونس اسكندريه اخوي، وتعالى عندي. فنزل المعز لدين الله الفاطمي معاه الجواري بتاعته وستاته ونسائه ومجوهراته وكل حاجه، نزل وقام جاي داخل ايه؟ دخل مصر. وبعد ما دخل مصر، ركز معايا قوي في الحته دي، بعد ما دخل مصر مشي في الشارع بتاع الحسين، والشارع اتسمى على اسمه شارع المعز لدين الله الفاطمي، بس احنا بنقول عليه ايه؟ المعز، شارع المعز. تمام يا شباب؟ وعلى فكره قدر كمان، ركز في الحته دي، قدرت الدوله معز الدين الله الفاطمي انه ياخد بلاد الشام وياخد الحجاز من الخلافه العباسيه. انت فاكر ايه؟ وده ان ده اللي يدل ان الخلافه العباسيه كانت خلافه ايه؟ كانت خلافه ضعيفه جدا. طيب مظاهر الحضاره في الدوله الفاطميه، ايه اللي حصل؟ الفاطميين لما جه هنا بقياده جوهر الصقلي بنوا مدينه القاهره. بنوا مدينه الايه؟ القاهره. ايه يا مستر؟ هو مش القاهره دي كانت مكان؟ يا لهوي يا جدع، القاهره دي ما كانتش موجوده؟ ما كانتش موجوده يا صاحبي. انت كان عندك مدينه القضاء، كان عندك مدينه العسكر، كان عندك مدينه اسكندريه. القاهره نفسها ما كانتش موجوده. عمل القاهره وعمل لها تقريبا 6 أو 7 ابواب. تسمع انت عن باب اللوق؟ يقول لك باب اللوق
وباب زويله وباب الابواب دي كانت ابواب القاهره، لان القاهره كانت متحوطه بسور وكان ليها الابواب دي زمان. مين اللي بنى مدينه القاهره؟ جوهر الصقلي. ده مش بس كده، طب تعالى اديك الصدمه بقى. جوهر الصقلي هو اللي بنى الجامع الازهر، هو اللي بنى الجامع الايه؟ الازهر، الجامع الازهر اللي هو الازهر الشريف اللي بناه جوهر الصقلي لما دخل مصر، وعمل المدارس وبنى المكتبات زي المدرسه اسمها المدرسه الحافظيه بالاسكندريه او الحافظيه باسكندريه، بنى مدرسه علشان ينشر العلم هناك واهتم بالعلم واهتم بالعلماء. غير كده بقى ركز، فاكرين لما قلت لك ان هو ان عندك الدوله الطولونيه والدوله الاخشيديه عملوا دينار ممضي عليه اسم الخليفه، الدوله الاخشيديه اسم الخليفه واسم اهو، تعالى كده اجيبها لك. بص كده يا صاحبي، لما قلت لك عملوا دينار 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 يا دينار يا دينار دينار اهو بص في الدوله الاخشيديه عملوا دينار علشان يحمل عليه اسم الخليفه العباسي واسم الحاكم الدوله الاخشيديه، يعني اسم سلطان الدوله الاخشيديه واسم الخليفه العباسي كان على عمله. طب انا اسالك بس الدوله الفاطميه هتحط اسم الخليفه العباسي على العمله بتاعتها، ولا هتكتب اسم الخليفه الفاطمي بتاعها بس؟ تعال نشوف، قول. برافو عليك، هتكتب اسمها هي بس. عملوا ايه؟ بنوا اولا كده بسم الله الرحمن الرحيم بناء جيش قوي، اسطول قوي، علشان يقدروا يفتحوا بلدان جديده وحمايه حدود الدوله. بدأوا ان هم يبنوا اسطول يعني مجموعه من السفن، وعملوا جيش عشان يحفظوا الامن والامان في الدوله ويامنوا الدوله بتاعتهم ضد اي حد. عملوا عمله جديده وكانت بتحمل اسم الخليفه الفاطمي بس. اهو شفت بقى كده، عشان دي دوله مستقله استقلال دوله مستقله استقلال كامل، مش استقلال سوري. طيب الاحتفال بالاعياد والمناسبات، بص بقى يا سيدي، الاحتفال بالاعياد بدأوا يحتفلوا بالأعياد وبدأوا يحتفلوا بالمناسبات، وحرصوا على احتفالاتهم على نشر مناظر البهجة والفرح، وكمان كانوا بيزرعوا الغابات عشان يجيبوا الأخشاب، عشان كانوا عاوزين يزرعوا الغابات دي ويطلعوا منها خشب عشان يعملوا يعملوا سفن. طيب ايه كمان يا مستر أحمد؟ بص يا سيدي، بدأوا ينشطوا حركة التجارة مع البلاد الآسيوية اللي هي في قارة آسيا والبلاد الأوروبية. إزاي؟ عملوا علاقات تجارية، كل الدولة الفاطمية عملوا علاقات تجارية مع كانت الإسكندرية بتعمل علاقات تجارية، يعني بيطلع منها السفن تروح للدول الآسيوية والدول الأوروبية تجيب منهم بضاعة وترجع تاني الإسكندرية. يبقى اهتموا بالتجارة؟ اهتموا بالتجارة يا مستر أحمد. حلو يا عم. وكانت السفن بتيجي من كل حته بتنشر بتنشر البضايع بتاعتهم. يا رب تكونوا فهمتوا. ويبقى احنا كده خدنا خدنا الدوله الطولونيه، وخدنا الدوله الاخشيديه، وخدنا الدوله الفاطميه. بقسنا مين؟ بقسنا الايوبيه، بقسنا دوله المماليك. يا رب تكونوا استفدتوا، يا رب تكونوا فهمتوا، يا رب تكونوا تابعتوا القناه عشان انزل لكم كل جديد بامر المولى. اشوفكم بخير يا قلب اخوك، ورمضان كريم عليكم، وما تستنوا الباقي الدروس ان شاء الله نازله على الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام.